أهلا بكم دائما في برنامج المسامح كريم. كثير من الناس بيسألوني بالشارع هل القصص اللي بتعرضوها بالمسامح كريم حقيقية؟ بحب لكم وأكد لكم للمرة المليون أنه كل قصصنا حقيقية وما حدا بيشترك بهالبرنامج لأنه أخذ فلوس أو ما شابه، وتعودنا دائما نقول الأمور بكل صراحة وننقلها لحضراتكم بكل صدق. القصة اللي معنا الآن هي من لبنان، قصة خلاف بين زوج وأهل زوجته. صاحب المبادرة هو الزوج، بنرحب فيه واسمه محمد الكبش. محمد انت من وين؟ من جنوب لبنان، من مدينة صيدا. من صيدا العظيمة. من صيدا العظيمة. اهلا وسهلا فيك. اهلا. قصة محمد بسيطة جدا. محمد كان مغرم بفتاة اسمها ريهام، كان في حب بقى وقررا انه يتزوجوا، ولكن صار في عنده مشاكل مع الاهل ما كانوا راضيين، يمكن شايفينه انه وظيفته متواضعة، مش قادر يعطي بنتهم الرفاهية اللي هن بيتمنوها للبنت. لذلك تزوجوا هو وريهام يعني بعدم رضا الاهل، خلينا نقول. رجعوا فرشوا البيت، مش هيك محمد؟ فرشتوا البيت وبعدين اضطريت انك تسافر لوين؟ على اوروبا، طلعت على المانيا. على المانيا. رحت انت وريهام على المانيا؟ لا، انا لحالي رحت. لحالك؟ ايه، رحت. كمل لي الخبريه. رحت على المانيا حتى اشتغل يعني وظبط حالي، وقعدت سنه ونص يعني ما لقيتش شغل زياده يعني كفايه. نعم. فقمت رجعت لبنان انه ارجع اظبط اموري بلبنان، افرش بيت يعني من اول وجديد يعني نرجع حياتنا الطبيعيه. نعم. فهم ما رضيوش يعني خالص، يعني ما قبلوا الموضوع. ليش عم تحكي مصري؟ لبناني. ها؟ لا شوي بحب احكي شوي يعني مصري. لا احكي لي صيداوي. صيداوي تكرم عينك. ايه. فهن ما قبلوا انه انا تركت بنتهم ورحت سافرت. رحت، ما هذه من صيدا. رحت ايه؟ ورحت ايه؟ ورحت على المانيا ورجعت يعني زي ما انا رحت، يعني فيش شيء تغير. فقمت انا انه هن ما قبلوا الموضوع انه هيك. بس كان عندك بيت بالاول شقه بعتها لما قبل ما تروح؟ قبل ما تسافر. طيب ريهام وين قعدت؟ زوجتك عند وين؟ اهلها. عند اهلها. طيب غبت عنها سنه ونص. حاولت تشتغل، ما توفقت، رجعت. ما توفقت. رجعت. طيب وبعدين بعدين هلا يعني قعدت ببيت عند ستة لإلي. هي إيه؟ بيت أهل أمي. بيت متواضع يعني. بيت متواضع يعني، مش منطقة يعني فيها مخيمات وفوق يعني. نعم. مش كل هالقد يعني. أنا نسيت أسألك بالأول، أنت مهنتك شو؟ أنا بشتغل بالموبيليا. دهان موبيليا. دهان؟ موبيليا. شغل كويس. شغل كويس يعني إذا في شغل فيها فلوس يعني ولا لا؟ فيها مصاري، بس ما عادش في شغل يعني. ما عادش في شغل كثير. ما عادش في شغل بسبب يعني. الظروف طبعا. الظروف اللي هي ليك محمد. طيب أهل زوجتك ليش مش حابينك من الأول؟ هو صار في مشاكل من اول، من لما كتبت الكتاب ونحن كنا متفقين على شيء. انا كنت متجوز قبل وحده بولونيه، وعندي ولد منها. كنت قاعد ببولونيا بالقبل ورجعت لبنان، وانا كنت متجوز وعندي بيت وعندي عفش وعندي كل شيء. ببولونيا؟ بلبنان. جيت انا لما شفت رهان. زوجتك البولونيه وين؟ بألمانيا. لما شفت رهان انا حبيتها، وحبيت انه انا حبيت غير حياه اللي انا عايشها، هي الحياه الاجنبيه. حبيت يعني العائله، حبيت الترابط الاجتماعي. يعني شفت شباب اصحابي انه بيتجوزوا يعني بيت العم والاخوه يعني حياه اجتماعيه احلى من الحياه الاوروبيه. نعم. شفت رهام عجبتني وحبيت يعني اتجوزها، فطلبتها من اهلها ووافقوا كل شيء، وخطبت وانا واتفقنا على العفش انه نحن نغير اوضه النوم وكم شغله صغيره. يعني البيت جديد، هو ما فيهوش حاجه يعني، ما فيه شيء انه مش مستعمل زياده البيت يعني. فبس لما يعني كتبنا الكتاب وعم بغير، اتفقنا على مده 4 شهور انه انا اكون متجوز خالص، لانه البيت مفروش عنده خالص. فهي صاروا بدي يغيروا كل شيء كل شيء بعفش البيت. اهلها يعني لا هيدي مش معجبين، لازم نغير هاي، لازم نغير هيدي كمان. يعني تغير الحديث كله. اهلها يعني الاتفاق اللي كنت انا تحكي عن حماتك يعني ولا كلهم؟ لا هي يعني حماتي هي اللي اول شيء اللي كانت تحكيني يعني.
ممكن اخواتها، ممكن ما بعرف، انه هي كانت حماتي يعني تحكي لي، حماتك هي غيرها، غير هيدي، غير هاي هي عم الشغله. تتدخل بشؤونك. يعني تقول لبنتها، وبنتها تقول لها ما انا اتفقنا نحن انه انا وياكي وهيك، وانه انت رضيتي وهي قالت لي ما هيدي مش قال انه غير كل شيء جديد يعني وكذا. اما انه يعني بدهم انه شيء لبنتهم كل شيء جديد وكذا. قلت لهم انا يعني ما عنده مشكله، بس صار بدي وقت زياده. يعني انا متفق 4 شهور، صار بدي وقت زياده لاني انه مكلف، هيدي كل شيء بكلف. قال انت اتفقت معنا على شيء، وانت هلا بتغير معنا بشيء ثاني، انت عايز يعني انت بدك مده زياده. انت على اساس ب4 اشهر. قلت جاهز. قلت انا انه 4 اشهر انه بيتي مفروش وخالص، بس مش عايز، انه مش عارف انه انا بدي ارجع اجدد عفشه كل البيت. فكمان يعني برضه يعني كمان طيب هلا قل لي شغله، هلا علاقتك انت وحماتك كيف؟ انا وقفت ما في حكي؟ بطل في حكي معاه. قديش الكم؟ يعني صرنا شيء هو يعني اكثر من سنتين. انا حكيت مره معاها ورجعت كمان رجعت. طيب. علاقتك مع حماتك سيئه مقطوعه، وعلاقتك مع زوجتك بنت حماتك كيف؟ مع زوجتي بنت حماتي منيح. انا بحب مراتي وانا وعايش انت وياها؟ عايش انا وياها مبسوط. واجاكم اولاد؟ لا بعد لسه ما فيش اولاد. بس انت بتلاقي انه العلاقه طبيعيه بينك وبين مرتك؟ انا ومرتي يعني هي مش متاثره بجو اهلها؟ لا، هي لو متاثره بقى بجو اهلها ما كنتش جوزتها. هي كانت راحت معها، لانه كان في اول مشكل خيار بيني وبينها، بيني وبين اهلها، يا اما تروحي معاه يا اما تيجي لعندنا. طيب يعني يا اهلك يا انا، فهي اختارتني لإلي. محمد، نحن وجهنا الدعوه الى حماتك الست رمزيه اسمها حماتك. خلينا نشوف سوا. سلام استاذ جورج، نحن هلا بمدينة صيدا الجنوبية رايحين على بيت رمزية رحمة لنعطيها الدعوة. نحن هلا وصلنا على بيت رمزية رحمة ورح نطلع نعطيها الدعوة. مرحبا. اهلا. حضرتك رمزية رحمة؟ نعم. متزوجة من المصري مصطفى الشرقاوي، ما هيك؟ نعم. وعندك 3 أولاد؟ ايه. هل بتقبلي دعوة الأستاذ جورج أرداحي للبرنامج الجديد بمصر؟ اكيد بدون شك، مع الشرف. بتحبيه للأستاذ؟ كثير. تفضلي، هالدعوة لإلك. شكرا. باي. باي. الحقيقه انا كان محيرني انه ليش محمد بيتكلم شوي مصري بيجنح الى التكلم بالمصريه. هلا عرفت لما شفنا حماته رمزيه هي متزوجه من رجل مصري، يعني ابوها لمراته لريهام هو مصري. بقى ما عرف يجاوبني. على كل حال القصه وما فيها انه الاخ محمد بحب مرته ريهام، متزوجين، ولكن في خلاف بينه وبين العائلة. الظاهر الحما عم بتحاول تتدخل، بدها يكون وضع بنتها أحسن، وضع عفش بيتها أحسن، يعني هو يكون مدخوله أكثر أفضل، يسعد البنت. بقى هذه كل أم يعني يمكن بتسعى أنه تأمن حياة مستقرة وحياة رغدة وحياة سعيدة لبنتها. هيدا مضمون القصة كلها سوا. الآن إجا محمد طلب انه نجيب له حماته حتى يوضح الامور ويرجع هو وياها على لبنان متصالحين وترجع الامور الى مجاريها. نحن دعونا الست رمزيه، ست رمزيه اصبحت معنا في الخارج في الغرفه المغلقه. بقى بدنا ننادي الاخت رمزيه، تتفضل. اهلا استاذ كيفك؟ اهلا عيونك، كيفك؟ ما شاء الله عليك. تفضلي، اهلا وسهلا. شرفي، شرفتينا. اهلا، شرفتينا يا ميت هلا. طمنيني كيف الاسره كلها؟ والله بخير؟ الحمد لله كلهم بخير. كلهم بخير. شو عندك اولاد اسم الله؟ عندي 3 بنات و3 صبيان.
على قد اسم الله، 3 ب3 كبار؟ ايه عندي 2 بالسويد. بيشتغلوا؟ ايه ماشي امورهم. وعندي اللي واحد. بالسويد شباب؟ ايه ايه ماشي امورهم. ايه الحمد لله. ايه والباقيين بلبنان معك؟ ايه تزوجتيهم كلهم؟ ايه عندي 3 بنات مجوزين. إيه. وعندي شاب بعد 18 سنة بيتعلم شو عم يدرس؟ فندقية. فندقية. الله يوفقه. الله يسلمك. ضلي بصحتك وبهمتك، بعدك ما شاء الله عليكي. الله ما يخليك. شاء الله عليكي. ست رمزية، انت يمكن عم تتساءلي بينك وبين نفسك ليش دعوناكي الى هالاستوديو وجيتي على مصر. زوجك مصري قالوا لي. ايه ايه عايش بلبنان. وعايش بلبنان معك يعني. ايه واموركم كويسه وجيده؟ الحمد لله. الحمد لله. بقى يمكن عم تتساءلي انه ليه؟ بقى انا بتعرفي بهالبرنامج انا ساعي خير، يعني انا مثل صندوقة البريد، بيجيني الدعوه انا بعرف. بوجهها. بقى الناس كرمالي بيجوا، بس بيكون في شخص اخر جالس وراء هالستار هو اللي وجه الدعوه. بتحبي تعرفي مين؟ ما بعرف. بتحبي تعرفي هلا مين؟ انا جاي عشانك عشان شوف عيونك. شفناكي. طيب هلا نحن شفنا العيون، بعدين بدك تعرفي مين دعاكي؟ بركي يكون عيونه احلى. لا مش حيكونوا احلى من عيونك. طول عمرك حبيبتي، الله يخليكي. طلعي بالشاشه. عرفته. شاكي انه معقول يكون داعيكي هو؟ سؤال، شو شعورك تجاه هذا الشاب؟ بتحبيه؟ بتكرهيه؟ ما بعرف يعني، بس شو شعورك الحقيقي؟ تنحكي. يعني نص نص. نص نص منيحة، هذه خطوة جيدة. هاي النص نص منيحة. نص نص منيحة. هيك بعت لك محمد، بعت لك رسالة معي، بس رح بقرا لك اياها انا بعدين نحكي لانه في امور بلشوا عيونك يدمعوا. شو بك؟ لا هم عيوني بيبرقوا. اني بيبرقوا طبعا. خليني احكي لك. بيقول لك: امي العزيزه الغاليه، حين اخترت ابنتك واختارتني لم نرغب يوما في ان نبتعد عنكم. قد نكون ارتكبنا اخطاء اغضبتكم منا، لكننا لم نقصد الا ان نكون معا انا وهي. الحياه ليس لها معنى ان لم نعشها مع من نحب، وان كنا انا وريهام نساند بعضنا فيها، الا ان رضاك علينا سيكون خير معين لنا في الدنيا، فنحن نحبك ونحترمك كثيرا. قد تكون أوضاعي المادية غير مرضية، لكن صدقيني حبي لرهام سيجعلنا نجتاز كل المصاعب ونصل لحال أفضل يرضيك ويسعدك. الأحوال تتبدل يا أمي، ولكن مهما تبدلت أحوالي سأظل أحب وأحترم ابنتك، ويومها ستعرفين أنها أغلى من أي شيء في حياتي، مثلما هي أغلى من أي شيء في حياتك. لا نريد من الدنيا حاليا إلا أن تتجاوزوا في العائلة عن أخطائنا التي لم يكن لها دافع غير حبنا لبعض، وأن تسامحونا، والمسامح كريم. بقى يعني أولا بدي أقول لك شغلة، هذه قصص حساسيات بين الصهر والحما، بين الحما والصهر. لا والله انا مش حما يعني، انا واصهرت. خليني اكمل لك. اصحاب. لا انت بقى اصلا بعدك ما صرتي حما. الحما بتبقى شوي هيك مسنه وكبيره، لا ما شاء الله عليكي بعدك صبيه، بقى بكير بعد تصيري حما. بس يعني العلاقه بتبقى طبيعيه هيك، بصير في، انما الانسان الحياه بتعلمه انه ياخذ القصه بسعه صدر. بقى هالشاب اجا طلب انه ندعيكي، اولا لانه بحبك،
ثانيا لانه بده يعني اي خلاف يكون موجود بده ينهي. ثالثا جاي هيك قدام ملايين الناس يقول لك يا عمي انا اللي بتريديه يا ست رمزيه. ابنك الكبير شو اسمه؟ ايهاب. يا ام ايهاب. هو حاضر. فبتحبي تسمعي؟ خلينا نسمع شو بده يقول. يعني لكم فتره ما بتحكوا مع بعض وهذا شيء معذبه وعم بيعذب كمان رهان. تفضل محمد، علي صوتك. يعني انا بطلب من مرت عمي انه هي تعتبرني اول شيء مثل ابنها وكل ابن يعني بيغلط وبيرجع، يعني الام بتسامحه. كل انسان بيغلط وبيرجع بيصحح غلطه. انا كان حبي لبنتها يعني اقوى من كل شيء، وبنتها هي بتعرف هالشيء انه انا يعني بطلب. انا كان كل هالخلافات انه ما بدي يصير في بيننا خلافات، انه نكون عائله وحده ونحب بعض وايدينا بايدين بعض وتسامحني، او يعني ونسامح بعض ونرجع عائله وحده زي ما انا كنت بتمناه يعني بحياتي. ام ايهاب، انت شو ملاحظاتك على هذا الشاب؟ بصراحه قولي يعني ما تخبي شيء، قولي له اياها بوجهه. يعني هو بيعرف بدون كسول بالحياه ما بيشتغل؟ لا بيشتغل. بيشتغل. طيب وظيفته قد حاله. يعني عم بقول لك انه انا سالته بيشتغل انه في منافسه، ما في شغل كثير وشغلته دهان خشب. يعني بتعرفي قديش المنافسه كبيره، وما شاء الله الاوضاع الاقتصاديه بلبنان، الازمه الموجوده، الازمه السياسيه، الازمه الامنيه، كلنا بهالازمه. كلنا بهالازمه بقى. يعني في اسباب بتخلي الانسان يبرر الاخر. بقى شو في ملاحظات ثانيه؟ هل معاملته لبنتك مثلا سيئه؟ ما بعرف، هو بيعرف اكثر. بنتك شو بتقول لك؟ بنتي ما بتحكي شيء، ما بتقول لي شيء. ايه بس انا بسمع. يعني شو بتسمعي؟ انه شو بيحكي هو، بده يسافر وبده يروح وبده يجي وبده يتركها بيقول هيك هو؟ ايه، ما هو كان مسافر واجا. هو قال في عنده زوجة بولونية وعنده ولد. طيب بس رجع على لبنان وبده يعيش مع لبنانية وترك مرته البولونية. لا، ما حيرجع يروح. بده يرجع يروح؟ بدك ترجع تروح يا محمد؟ يعني انا كنت ناوي اروح ارجع انا حتى بالمانيا هي وابنها